ميكس بين الكراميل وبين البطاطا، طعم جديد وهيعجبكم ان شاء الله. تعالى اقول لكم هنعمل ايه. قطعناها في الحله، هننزل عليها بكوبايه الا ربع سكر. حطيت كوبايه الا ربع سكر، وهننزل عليها كوبايه الا ربع كده ميه، وهعلق عليها تتسلق، مش هتاخد كتير وارجع لكم. قلت لكم تاني البطاطا اتسلقت وهرستها. هنزل بكيلو لبن، وهنزل باتنين كيس كريم كراميل. طبعا انا حطيت سكر هنا وهي بتتسلق، فبرضه هندوق. انا احتاجت سكر اوكي، ما احتاجتش سكر يبقى تمام كده، الوصفه تمام. احط الفانيليا، كل دوت اهو، معلقتين نشا. انزل بالبطاطا حبه حبه كده عشان نضربها كويس جدا. يا حلاوه يا ولاد على الجمال. على النار تاخد وتدي بشكل ودي، وبعدين اصبها بقى في القالب. اهي بدأت تبقبق، تقليبة تاني وهصفيها بقى. يلا هنحط صوص الكراميل عشان نصب عليه. ثلاثة صوص الكراميل هنصفيها. ريحتها يا ولاد ويا اخواتي ويا بناتي روعة. صبيناها، نخبطها خبطتين. يلا كسر لكم الترابيزة، مش مشكلة. خلاص تسقع وادخلها الفريزر او التلاجة واوريها لكم. طلعتها من التلاجة ومسكت اهي ممتازة، وهنسلكها بالسكينة ونقلبها. بصوا شكلها عامل ازاي. نقطع بقى وندوق. بسم الله. جربوها هتعجبكم جدا. شوفوا الحلقة الثانية، الحلقة الجاية في وصفات حلوة وحادق. وبحبكم جدا. لايك وشير. باي.